ميري كريسماس. العالم كله بيتكلم عن السنة الجديدة، لكن إحنا إن شاء الله هنتكلم عن مرض الكريسماس. تعالوا بسرعة نعرف إيه هو مرض الكريسماس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور شمس حامد في حلقة جديدة من حلقات ميديكال تيبس. إن شاء الله هاتكلم عن مرض الكريسماس بما إننا داخلين على 2024 والعالم كله بيتكلم عن الكريسماس. في سنة 1952 اتولد طفل اسمه ستيفن كريسماس. الطفل ده لقوا عنده مرض جيني أو مرض وراثي، إنه عنده قابلية إنه ينزف. الشخص ده كان عنده علامات في جلده تدل إن الشخص ده بينزف على طول، ودي حاجة مش طبيعية. المهم العلماء اكتشفوا إنه عنده مشكلة في فاكتور اسمه فاكتور 9. فاكتور 9 ده عندنا في جسمنا 13 فاكتور، ده من الحاجات اللي بتساعد إن جسمك يكون جلطات. يعني إيه؟ يعني أول ما تنزف عشان النزيف يقف بتتكون بالفاكتورز دي. فلقينا إن ماري كريسماس ده إن الشخص اللي هو الكريسماس ده ستيفن كريسماس عنده مشكلة في رقم 9، فاكتور رقم 9، وبالتالي جسمه بينزف. فسموا اسم المرض ده على اسم الشخص ده ستيفن كريسماس، فقال لك هيموفيليا بي أو كريسماس ديزيز. دي كانت حاجة بسيطة بمناسبة العام الجديد. يا رب يكون عام سعيد علينا كلنا، وشكرا جزيلا لحضرتك.